ابراهيم ديباتي لاعب الاهلي الجديد، او خلينا نقول لاعب الاهلي المحتمل بشده، لان في اخر الاوقات يا صديقي العزيز هنالك اخبار بتشير ان نادي الاهلي ارسل عرضه الاول لنادي غاز السويدي. ولكن يا صديقي العزيز بقى النهارده انا مش جاي اقول لك خبر، لكن انا جاي اقول لك احصائيات اللاعب وتحليلي للاعب، وهل ايضا يا صديقي ابراهيم ديباتي مناسب لسكواد الاهلي الحالي. خلينا نشوف. مبدئيا ابراهيم ديباتي لاعب يبلغ من العمر 26 سنه، طوله متر 85 سنتي، طول مناسب جدا. قيمته التسويقيه مليون و100 الف يورو او مليون و100 الف دولار، الله اعلم ايه بالظبط. وايضا يا صديقي العزيز اللاعب بيتميز بالضغط العالي والتمركز والانهاء. ولكن بقى يا صديقي العزيز خلينا نشوف احصائياته في المواسم. هبدأ بموسم 2025 في الدوري السويدي مع نادي غاز. لعب ابراهيم ديباتي 29 مباراة بدأ من خلالهم من 26 مباراة. سجل ابراهيم ديباتي 19 هدف وقدم 5 تمريرات حاسم. ولكن خلينا نرجع لموسم 2024 وعندما كان يلعب ابراهيم ديباتي في الدوري السويدي ولكن ليس مع فريق غاز. لعب ابراهيم ديباتي 20 لقاء بدأ من خلالهم 9 مباريات، سجل هدف وحيد ولم يقدم ولا تمريرة حاسمة. ولكن يحسب ايضا اللاعب ان هو لعب في كاس السويد. في موسم يا صديقي العزيز 24-25 لعب ابراهيم ديباتي 3 مباريات بدأ من خلالهم مباريتين وسجل هدف ولم يصنع ولا تمريرة حاسمة. ولكن في موسم 23-24 لعب ابراهيم في الكاس السويد، لعب ابراهيم ديباتي 3 مباريات بدأ مباريتين منهم سجل هدفين ولم يصنع ولا هدف. وايضا يا صديقي العزيز ابراهيم ديباتي لعب في الدوري السويدي الدرجه الثانيه والدوري الاسباني الدرجه الثانيه. لعب في الدوري الاسباني الدرجه الثانيه مباراه واحده يا صديقي العزيز، لم يسجل ولا هدف لانه لعب ولم يصنع ولا هدف لانه لعب حوالي 15 دقيقه. ولعب ايضا في الدوري السويدي الدرجه الثانيه يا صديقي العزيز 16 مباراه بدأ من خلالهم 8 مباريات، سجل 3 اهداف وصنع تمريره حاسمه. المجمل بقى ابراهيم ديباتي لاعب الموسم الاخير مع نادي غاز في الدوري السويدي. يعني علشان الخص لك الموضوع كله، هو ابراهيم ديباتي لاعب بيمتلك القوه البدنيه، لاعب بيمتلك الانهاء المميز جدا، وايضا اللاعب يعني طوله مناسب 185 سم. ولكن بقى خلينا ارد على سؤال انا قلته في اول الفيديو، هل ابراهيم ديباتي مناسب لاسكواد الاهلي الحالي؟ اقدر اقول لك طبعا. مفيش مهاجم يا صديقي العزيز بيعرف يخلص الهجمه وياتي مع نادي الاهلي في الموسم الحالي او مع اللعيبه اللي موجوده حاليا وما يعرفش يسجل اقل حاجه في الموسم 20 هدف. لان الاهلي بيوصل بشكل قوي جدا. الاهلي حاليا مع مدرب ريستو متميز بشكل قوي جدا في حته الوصول. وايضا يا صديقي العزيز بوجود لاعب زي بن شرقي بيلعب كرات ارضيه ما بين المدافعين، ووجود زيزو اللي بيعمل اوفر عالمي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وكمان ما تنساش ان شاء الله لما امام عاشور يرجع فهيعطي ميزه كبيره جدا لو اللاعب انتقل رسميا الى الاهلي، لان امام ايضا بيتميز ان هو بيشوط، ممكن الكره ترتد للمهاجم، ممكن يعملوا اسيستات كويسه جدا ان شاء الله. فاللاعب هيكون جاي في اجواء قويه جدا، الا لو حصل لا قدر الله اي شيء يعني وحش للنادي الاهلي، ان اللعيب يتصاب، اللعيب ما يبقاش في اللعيب ما يتالقش مره اخرى او لعيبه ترحل او هكذا. يعني يا صديقي العزيز ابراهيم ديباتي كمان ان شاء الله عبر بوابه نادي الاهلي يقدر يحترف او يقدر الاهلي يبيعه لو حب يبيعه بشكل قوي، لانه لاعب 26 سنه يعني قدامه لسه شويه كمان ان شاء الله. وايضا اللاعب كوتوفاري علشان الناس اللي مش عارفه او اللي عارف برضه باكد على المعلومه. فاعتقد ان ابراهيم ديباتي يعني مناسب جدا للنادي الاهلي، اصبروا عليه وان شاء الله لو انتقل للاهلي هتبقى صفقه مميزه. ما تنساش يا صديقي العزيز تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اللايك والاشتراك في القناه والتعليق الحلو بتاعك، والسلام عليكم.